وقعت حادثة السير عشية يوم أمس السبت على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت على مستوى دوار إحشاش في جماعة سيدي بيبي الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم شتوكا أيتباها. وأورد شهود عيان أن الحادث الموصوف بالمروع نجم عن اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بسيارتين، إحداهما ذات الدفع الرباعي لقي سائقها مصرعه على الفور، في وقت سجلت خسائر مادية جسيمة طالت المركبات. ووفقا للمصدر ذاته فقد انتقلت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي تحت إشراف القائد الإقليمي وقائد المركز الترابي بمعية ممثل السلطات المحلية إلى عين المكان، حيث بوشرت الإجراءات القانونية إزاء الواقعة مع تنظيم حركة السير بموقع الحادث، كما جرى توجيه جثمان المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بينما باشرت عناصر الضابطة القضائية لدرك سيدي بيبي بحثا قصد الوقوف عند الظروف والأسباب الحقيقية للحادث المميت.